هذا الشهر شهر عجيب، ربنا سبحانه أراد أن يرحم عباده فشرع لهم رمضان. من لم يرحم في هذا الشهر، من لم تدركه رحمة الله في رمضان، لست أدري متى تدركه. أنتم سمعتم الحديث المشهور الذي يرويه ابن حبان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صعد المنبر فرقي عتبة فقال آمين، ثم رقي ثانية فقال آمين، ثم رقي العتبة الثالثة فقال آمين. طبعا الصحابة يتعجبون لأنهم يرون تأمينا ولا يسمعون داعيا، إنسان يقول آمين وليس يسمع شيء، فسألوه فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام قال لي من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين، ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقلت آمين.